السلام عليكم ورحمة الله. ندخل مباشرة في الموضوع. بديت بمدينة الدار البيضاء. واحد البنت قرات ولكن ما كملاتش القراية ديالها. هي وحيدة عند والديها وساكنين في واحد الدار فيها جوج طبقات وكراج. الكراج البنت واخداه ودايره فيها صالون ديال الحلاقة ومدخله معاها البنات كيخدموا معاها. كانت كتمشى مع واحد السيد ودايرين انهم غيتزوجوا، لكن السيد فوقاش سمع بان راها حامله سمح فيها وغبر. طفى التليفون، هي ما عرفاش العنوان ديالو، ما عارفه حتى حاجه، وكانت حامله في شهرين وكل شيء كان عارف تما في الحومه راها حامله. وقعت ليها تما الشوهه في الحومه، دارت اجهاض وعاونتها واحد عمتها هي اللي وقفت معاها في هذه القضيه. هاد عمتها نيت كان عندها ولد ما خدام ما ردام، قال لهم غنتزوج بها. ومع البنت شافت راسها القيمه ديالها طاحت، كلشي كيهضر عليها، وافقت عليه. واخا هي ما كانتش باغاه في الاول، ولكن مع شافت وقع عليها هادشي قبلات به. تزوجات بخونا، خونا عاطيها غير الشراب والسكره وخصو تعطيلو الفلوس. النهار اللي غتقول له لا، هذاك النهار هو ديال المدابزه، يفكرها بالماضي ديالها. انتي فعلتي درتي طيحتي اللي في كرشك، قتلتي بنادم وانا سترتك. والو السيد هذه هي الهضره ديالو. شرات ليه واحد الموتور على اساس انه غيخدم به، ما خدمش به. السيده عيات، عيات كتصرف عليه، صداع الراس. السيد ماشي ديال الخدمه. واحد النهار وهي تقول له صافي انا بغيت نطلق، وحتى الدري اللي في كرشي ولا البنيته اللي في كرشي انا قاده بها وانا غنتكلف به. كانت حامله في 7 شهور. دخلت هاد عمتها والو، وحتى والديها قالوا ليها راه حنا عيينا من الصداع ديالو يوميا يوميا، صافي يمشي بحالو. صافي تم الاتفاق على الطلاق، والسيد باقي ساكن معاهم في الدار، كياكل تما كينعس تما، قطعه عليه غير الفلوس. دورها مزيان في بالو، قال ما يمكنش هادشي غيمشي كامل على والو. مشى خدا واحد البوديزه من الدار ديال الزيت ومشى للسطاسيون، عمر واحد 5 لتر ديال ليسونس، ورجع للدار وجلس كيستنى السيده. فوقاش جات قال لي ايوا شنو درنا وما واش كاين شي حل. قالت ليه ما تهضرش معايا، حنا سالينا. مشى هز ديك البوديزه ديال ليسونس، كبها على السيده، شعل فيها البريكه، كب شويه على راسو الجهه ديال الصدر ديالو، شويه على رجليه، وشعل العافيه وخرج كيجري على برا. تجمعوا عليه الناس كيطفيو ديك العافيه، عيطوا البوليس والبومبيه. لقاو الناس ان كاينين في الدار كيطفيو العافيه، المراه والجنين ديالها ماتوا، هو داوه للسبيطار. البوليس اللي مشاو معاه كيسولوه، قال لهم حنا كنا كنتناقشوا، هي تجبد ديك البوديزه ما عرفت منين جبداتها، انا ما صحابليش فيها ايسونس، كنشوفها كتكب على راسها وشعلات العافيه في راسها، نط نعاونها نطفيها وهي تغلبني العافيه، وشوفوا حالتي. وبدا كيبكي، مراتي ماتت، ولدي مات. الطبيب قال لهم خصو يبقى هنايا راه محروق. البوليس اللي بقاو في عين المكان، السيده ماين اللي توفات قالت لهم ما يمكنش بنتي دير هاد الشيء. وها البنات اللي خدامين معاها سولوهم، بداو البحث في الشقه، لقاو ديك البوديسه تما. مشاو البوليس كيقلبوا على شكون هاد ستاسيون منين تعمرات هاد البوديزه هادي. بقاو كيشوفوا هاد ستاسيون حتى لقاو واحد ستاسيون ماشي بعيده بزاف على الدار. واحد الدري تما قال لهم راه هاد البوديزه هادي انا عرفتها وانا اللي عمرتها، وراه اللي عمرتها له راه كيجي عندي وراه كنعرفو، راه مولف كيجي، راه عنده واحد الموتور. قال لهم الا شفتيه غتعرفو. قال لهم داوه للوبيتال، قال لهم هو هذا. السيد بقى تما في لوبيتال تحت الحراسه. من بعد 4 ايام خرجوه، داوه الكوميساريه باذن الطبيب، بداو البحث معاه. قال لهم راه عادي انا مولف كنشري ليسونس ودائما كيكون عندي ليسونس في الدار، راه كنحطو. وراو ليه داك الفيديو حيتاش ستاسيون كانت مجهزه بالكاميرات. وراو ليه داك الفيديو كيبان في الكاميرا بان كيخوي في واحد القنت
الزيت اللي كانت في ديك البوديزه، واش اللي مولف كيعمر ليسونس كيجيب الزيت كيكبها تما، زيروا عليه البوليس ويقول لهم انا قبلت عليها وهي كانت حامله وطيحت الجنين ديالها وكانت كتفسد وانا سترتها، ودابا غتسمح فيا، اختي استغلتني، قتلها وضرب فيها النار، وهادشي كامل على ود الفلوس. داز المحكمة.